شغل شغل شغل. يوم طويل. ما فاكريننا ايه؟ بلاستيك؟ احنا خشب برضو، عندنا الياف واحساس. بقول لك يا حبيبتي، ما تعملي لي مساج بقى. مساج في عينك؟ مساج في عيني مش هيبقى لذيذ، ده اعملي لي مساج في رقبتي. خليكي لذيذه بقى، انا مخلص شغل وتعبان. شغل؟ هو اللي انت بتعمله ده شغل؟ انت واقف مجعوز طول اليوم ولابس لي قميص وبابيون عامل لي فيها باشا. امال اللي واقفه بقى لها 12 ساعه ومساميرها اتلخلخت دي تعمل ايه؟ انت لسانك ايه؟ منشار كهرباء؟ لابساني الوش الخشب ليه؟ بعدين حد يقابل جوزه حبيبه وهو راجع من الشغل تعبان بالشكل ده؟ يقابل جوزه؟ اللي بوزي في بوزه طول النهار في الشغل، في الفاترينا، في المخزن. وبعدين انت بتشتكي من ايه؟ ما انت واقف ساند رجلك طول النهار. بيه يكون في علمك الوضع اللي انا عامله ده صعب جدا. انا طول النهار بحارب الجاذبيه والعضله الضمه موتاني، انت واقفه بقالك 25 سنه من ايام الاوبليتات بنفس الوقفه دي، بتشتكي ليه النهارده؟ ما تاكلي عيش. بس بقى خوتونا كل يوم في الخناقه دي، انا دماغي ورمت. ما انت شايف بنفسك اهو يا عم. مش شايف؟ سوري يا معلش. قصدي يعني انت سامع بودنك. مش هينفع سامع، ما عندوش ودان. اوكي لا مؤاخذه يا عم فكري، انت حاسس بينا اهو وباللي احنا فيه. ايه فاكراني في كوكي بارك وبلعب طول النهار؟ ايه اديني عقلك يا اخي، ارد ازاي عليها وعلى قله ذوقها؟ بقول لكم ايه، انا ماليش دماغ زي ما انت شايف كده، ماليش دماغ للهري بتاعكم ده. لا معلش بس يا عم فكري، بس ثانيه واحده. قله ذوق؟ لا بمناسبه قله الذوق بقى، مين يا بيه الست اللي كانت عماله تحسس عليك النهارده دي؟ هو انت شايفني ايه، لوح قدامك مش شايفه مثلا؟ اولا هي مش ست، دي زبونه. الزبونه؟ كنت معلش كنت فاكراها ست، بس هي الزبونه دي بمناسبه ايه بتحسس عليك؟ هو انت سخن بتقيس حرارتك مثلا؟ دي فكت لك زرارين ومسكتك من كمك. لا لو سمحت ما تجيبيش سيره كمي، هجيب سيره كمك. هنقعد بقى نشتم بعض بالكم؟ لو سمحت. ما كانتش بتقيس الحراره، دي كانت بتشوف الخامه. خامه القميص يعني، مش خامتي انا. وبعدين هو انا بشتغل ليه؟ ما انا عشان الاحق على طلباتك يا هانم، عايزه قش معجين وقش صنفره ومسامير نحاس وقاعده رخام، اعمل ايه؟ لا معلش، اقف عوج كده بقى واتكلم عدل. ازاي؟ لو انت بقى ايه بتدخل لي قرش، انا بدخل قصاده قرش. ما يحضرنا يا عم فكري. حلو عن دماغي، حلو عن دماغي. انا من يوم عفاف ما مشيت من الشغل وانا دماغي هتنفجر. احلى بنت شافتها عيني، يا ترى انت فين يا عفاف؟ احلى بنت شافتها عينك وعفاف بمد الالف كده. شفت ايه بس يا عم فكري؟ شفت ايه؟ انا حبيت فيها اخلاقها وادبها يا عديم الاحساس والقلب. لا انا مش قادر امسك نفسي. اصل انا شفته لازم اقول له. عم فكري انا لازم اقول لك، انا شفت عفاف واقفه في فاترينا في وسط البلد في محل ملابس داخليه حريمي. لا، وكانت لابسه جلابيه نانسي عجرم وباروكه زرقاء. لا عفاف طبعا، ما انتوا عمركم هتحسوا بيا. انت ومراتك طول اليوم سوا، واخر الليل بتروحوا المخزن تحطوا دماغكم على المخده وتناموا. انا بقى احط ايه؟ ده انا حتى مش عارف اعيط. قولوا لي اعمل ايه بس، قولوا لي. خلاص يا عم فكري عرفنا، لا هتعرف تعيط ولا هتعرف تخبط دماغك في الحيط ولا هتعرف تشرب من البحر. انا خلاص وصلت عند المحل. ايه انت فين؟ عيط عند اول الشارع في محل مفتوح، عايز اشوف المسافرات. انت ودك هناك، خلاص خليك عندك انا جاي لك. نصيحة من اخوك الصغير، اوعى تحب واحدة معاك في نفس الفاترينا، هتلزق لك في الشغل ليل نهار. طبعا مش عايزني الزق لك عشان انت عايز تتصرمح من هنا لهنا لهنا لهنا. هتصرمح فين يا بنتي؟ ما انا واقف جنبك زي التمثال اهو، مرزوع صنم. ما انت خلاص بقى من ساعه ما الزبونه جت وشافت الخامه وانا خلاص مش عاجباك. على فكره انت اللي مش مهتمه بيا ومش مهتمه بنفسك. شايفه منظرك بقى عامل ازاي دلوقتي؟ ايه ده؟ لا بتخسي ولا بتتخاني وحاجه بقت اخر ملل. ايه ده؟ مانيكان؟ ايه القمر ده؟ ايه ده قرف. ابدا ما تجيبي لي حته مانيكان صغير يملى عليا الفاترينا. كله كوم، وذوقك في اللبس يا هانم بقى كوم تاني خالص. وانا مالي ومال اللبس؟ هم اللي بيلبسوني، انت بس اللي بتتلكك. افتكرت على موضوع بيلبسوكي. مين يا هانم اللي كان الصبح بيلبسك وبيعمل في كتفك كده؟
ده سعيد بيجرب عليا الفستان الجديد ده شغل، ولو انت مش محترم شغلي يبقى انت كده مش محترمني. شغل عادي يعني يلبسك في سياق الدراما يا فنانه. طب ما هو قلعك انت كمان يعني. ده كان في سياق الدراما. ولزق عليك السعر الجديد وبقيت رخيص. لو سمحت ما تغيريش الموضوع يا سحر. سحر، الفستان الكم وكم اللي هو كان في التشكيله بتاعت الصبح دي مش هيتلبس، يعني مش هيتلبس. انا ما اسمحلكش تتدخل في شغلي، وريني بقى هتمنعني ازاي؟ لا امنعك ليه؟ انا هقولها كلمه واحده، لو لبست عريان يا سحر انا هلبس عريان. انا مانيكان ايوه، لكن عندي مبادئ وكرامه واخلاق، ودي اهم حاجه في الدنيا. ربنا يتوب علينا من الشغلانه المهينه دي بقى، ونروح نقف في حته محترمه زي مول مصر ولا سيتي ستارز. كابو، بقول لك ايه، هاتي طقم البوكسرات الجديده ولبسها المانيكان ده وحطوا لي بره. بوكسرات جديده وبره؟ انا خدام لقمه عيشي برضو. شوف يا معلم، اي موظف في الدنيا له شكل لليوم بتاعه ما بيتغيرش. يوم الشغل معروف، انت بتتعذب في الحضانه وانت صغير، في المدارس، بعدين في الجامعه، ومستني يوم بقى ما تشتغل عشان خاطر تبقى براحتك بقى، فاهم، وتطلب دليفري وتنام وكده. لا يا حبيبي، انت هتعيش يوم مكرر لذيذ اسمه العلمي دوره حياه الموظف. ده بيبدا من الصبح بدري قوي. بص خلينا نتجاوز الحته دي عشان موضوع الصحيان من النوم مش عايز اقرص عليك من اولها. يعني فكره انك تاخد قرار مش منطقي خالص، انك تشيل الغطا الناعم من فوقيك وتسترجل، صعب قوي اننا نسترجل، وتدور على فردتين شراب زي بعض وسلام مش مخرومين ولا استكهم مهرهر ولا عليهم نقطتين بامبي عشان كان حاجه تانية بهتت عليهم في الغسيل، وتلبس هدومك وتنزل من العماره وتقعد تتفادى برك الميه اللي عاملها البوابين من مسح العربيات، فاهم، مش تعملوا ميه كتير قوي، بيغسلوا كموج البحر، فاهم، والمشوار اللعين ده كله. نعدي الوجع ده، انا مش هتكلم عنه. الحته بتاعت الصبح دي اعتبرني ما قلتهاش. احنا هنتكلم من لحظه وصول الموظف لمقر العمل. نبدا بالامضه لذيذه، الفتره الصباحيه الجميله دي. طبعا بتلاقي بقى ايه، واحد بيمضي لزميله، واحد بيمضي لزميلته، واحد قاطع صباع صاحبه عشان المكنه بتاعت البصمه دي، فاهم، وحاطه في جيبه بتحصل عشان لا كل حاجه ممكن تتخيلها. ودي اول حاجه بتعملها الامضه. اول ما توصل كل يوم في نفس المكان ده بتقابل نفس الناس اللي بتقابلهم كل يوم وبيعملوا نفس الحاجات كل يوم. هتلاقي مين بقى؟ في اللي بيسلم عليك بحراره شديده ملهاش اي مبرر. ليه يا حبيبي؟ انا كنت معاك امبارح. ده النوع بقى اللي بيبوس ببقه، عارف، بيبوس بقه كده، بيحاول ياخد اكبر مساحه من وشك في ميه. ايوه، تحس انه بيتبرك بيك، مش بيبوسك، مش خد على خد وطرقعه في الهوا كده زي الناس اللي في اللذيذ يعني. لا، دي بتبقى بوسه شفط بعيد عنك، واحده يمين واحده شمال، وبياخد حقه كله. عارف سلكه البلاعه اللي هي الكاوتش النبيتي دي، سخيف. في طبعا سلامات البنات على بعض، ازيك يا جميله، بونجور يا حلوه، ببوسك يا قمر، السكه دي كلها. طبعا بيبقى في بعديها شويه ملاحظات شكليه ذكيه وبياخدوا بالهم بقى هم في الحاجات دي. ايه ده؟ انت فتحتي شعرك مش ايه ده؟ بلوزه جديده يا مجرمه، انت عملتي تاتو، شكلك قمر، واو انت احلى. طبعا هم طبعا كلهم صاحيين من النوم شبه طبق الفول البايت، وبيقولوا بقى الحاجات دي كل يوم في نفس المكان. وتلاقي بقى صنف المدير اللي هو مش وقته خالص، اللي هو مقبل على الحياه وداخل فراشه، ما هو البيه جاي في التكييف طبعا مش زينا، وحالق دقنه جامد، وغالبا بيبقى شايل طبقه من وشه مش حالق، يعني مقشر صنفره، والجاكيت بتاعه بيعمل اشكال دواير كده وهو ماشي، وتلاقيه بيعدي على الموظفين يصبح عليهم واحد واحد بطاقته الايجابيه اللزجه كنوع من انواع الود وكده عشان هو لذيذ. ها عروستنا الحلوه عامله ايه النهارده؟ مدام رشا عامله ايه مع جوزك؟ عم عبده يا راجل يا عجوز، عارف انت الاجواء دي؟ سلم بطريقه امريكيه، هي مان جيف مي 5 دود، ايه امريكاني قوي في نفسه. خلاص مضينا وسلمنا وعشنا لحظات المدير اللزجه، تمام. نقعد بقى نشوف اكل عيشنا، بنشوف فعلا اكل عيشنا، لا مش اكل عيشنا عن الشغل، انت عارف، انت فاهم قصدي. أيوة. اكل عيشنا البلدي اللي هو الفطار. فتره الفطار هنفطر ايه؟ طبعا البنات والستات الموظفات يعني اول ما تسمع كلمه نفطر يردوا اوتوماتيك، عندهم رساله كده مسجله اللي هي انا عامله دايت. نص ساعه يا ابني الاكل يجي تسمع صوت خلاط اسمنت، مش واحده بتاكل، شغاله بتفرم. هو لما قالوش ان عامله دايت دي الواحد يقلق. بالظبط، تحس ان هي هتاكلك، عامله دايت يبقى هتاكل الفطار. بس دول بيعتمدوا في موضوع الرجيم ده على انهم بيؤجروا على النيه، هو اسمه كده، اسمه رجيم النيه. اكلنا وحبسنا بالشاي وكل واحد راح على مكتبه، نفتح بقى الايميلات عشان نشوف شغلنا. اهم حاجه
بتقراها في اي ايميل الحته اللي فوق دي، تشوف السي سي رايح لمين عشان تشوف مين ملبسك مع مين الاول، بعد كده بقى اقعد بقى شوف ايه اللي في الايميل، لكن الاول تبص على الحته اللي فوق دي. الخوازيق كلها في الحته اللي فوق دي، وانت بتفر الايميلات كده هتلاقي في منهم 3 4 مش مفهومين خالص بس مكتوب ايرجنت. ده غالبا اللي بيبعته لك مديرك الارجنت اللي مستعجل طول الوقت، عاوز الحاجه اللي مش عارف هي ايه بسرعه. تساله حضرتك عايز الشغل ده امتى يا فندم، يقول لك امبارح. صايع قوي ده بقى، بتلاقيه واقف على دماغك بعد ما يبعت الايميلات بثانيه قبل ما يجي لك نوتيفيكيشن اصلا، تلاقيه واقف كده لك مواضيع الارجنت دي لازم تخلص النهارده. فندم انهي مواضيع؟ المواضيع الارجنت. ما انا مش هعمل كل حاجه بايدي بقى، ايه يا حسام؟ يا فندم انا هعمل كل حاجه حاضر، بس يعني اعرفه يعني احط ايدي عليه. بعدين الارجنت بتاع امبارح لسه على المكنه وبقفله، وما ينفعش اركب ارجنت على ارجنت عشان السير ما يقطعش. ده عموما تسجده، تقول له بيحصل يا فندم، ولا اقول لك قولها له في صيغه الماضي، قول له حصل يا فندم، حصل. ومش حضرتك عايز الشغل ده امبارح؟ الشغل ده عندك من وانت صغير. انبسط قوي، تاخد الارجنت اللي معاه تبوسه وتحطه جنب الحيط، لان هو اصلا كده كده بينسى لوحده من كتر الارجنتات اللي بيبعتها. هو موتر وبورم في نفسه، بس تعرف ده ارحم من المدير الشكاك. المدير الشكاك ده مش هيبعت لك ايميلات ولا عاوزك تشتغل اساسا، هو عاوز يشوفك طول الوقت قدامه وخلاص. هو ده اللي بيطمنه، ده اللي بيريحه. ده بقى اللي زمان وهو صغير كان كل العيال بتزوغ من المدرسه وهو كان نفسه يزوغ ما بيعرفش، فحصلت له عقده. فلو شافك في اي حته حتى لو قاعد على مكتبك هيقول لك انت كنت فين؟ فندم انا ما اتحركتش من مكاني من ساعه ما جيت، يعني الا لو كان قصدك على حركه وسطي في نطاق القعده بتاعه الكرسي اللي انا قاعد عليه، فده موضوع تاني. انا فعلا حركت كليتي شمال سيك، انا اسف معلش. ده احسن حاجه تعملها معاه، انك تلم حاجاتك وحالك ومحتلك وتروح تقعد على مكتبه. لا مش في اوضه مكتبه، فوق المكتب نفسه مكان الشاشه كده، تخليه باصص على قفصك الصدري على طول الوقت. طمنه قوي يعني. لا اديله قفصك شخصيه. خلاص اليوم بيخلص تمام، يلا امن على التارجت بتاعك، تاكد ان ايميلاتك سليمه ومبعوثه، ان شاء الله في شغل هتعمله بكره عادي تراكم عليك، انت ما خلصتش كل حاجه، احنا قاعدين بناكل ونعمل وبتاع. شيك على محابس الغاز، قفل الشبابيك والانوار، يلا نروح بقى تاني على الامضه تاني ونقابل نفس الناس يعملوا نفس الحاجات بالملي، والبوسه اللي هي سلكه الحوض النبيتي دي الكاوتش، ويا جميله وببوسك ويا راجل يا عجوز واللفه دي كلها، وجيف مي 5 تاني. وحضر نفسك بقى عشان رحله العوده للبيت. تخش تعمل بيبي، تشرب كتير، تعمل بيبي تاني احتياطي، وقول دعاء السفر، خد قرصين مهدئ، استعين بالله بقى كده عشان احنا على غير دولارات، اعمل كل اللي تقدر عليه. وتقدر تعرف الموظفين اللي مروحين من نظره واحده. يعني مثلا الموظف اللي بيركب مواصلات وهو مروح تلاقيه دايما الكرسي اللي كان نايم عليه معلم في وشه خطين كده، خطين حمر داخلين لجوه. اللي بيسوق بقى وهو مروح بيبقى الدريكسيون معلم على ايديه خطين حمر كده، نفس الفكره. اللي مروح ماشي بقى بتبقى الجزمه معلمه في كعبه من ورا خطين حمر برضه، نفس الخطين. لما تشوف في الشارع اي انسان رمادي عليه تراب وبخطين حمر في اي مكان من اللي قلناهم دول، اعرف ان ده موظف راجع من شغل، وده بيبقى قنبله موقوته. وسع له الطريق. ده مسكين، انت شفت يومه كان عامل ازاي؟ يوصل البيت يغير، يقعد مع المدام والولاد، يلا نتغدى، شويه شكاوي مختلفه، حماده عمل مش عارف ايه، ماما بتزعق عشان الهوم ورك، شويه رغي، شويه اوفر ثينكينج، افكار سلبيه يسببوا ارق، تقعد تبص على الفيسبوك، تشوف حاجات تغم، تنام بصعوبه، تصحى تاني في الميعاد اليومي المحدد بالعافيه من بدري، تشيل الغطا الناعم من فوقيك وتسترجل، وطبعا صعب نسترجل، وتدور على فردتين شراب زي بعض. وبعدين طبعا الامضه، تقابل نفس الناس اللي بتقابلهم كل يوم وبيعملوا نفس الحاجات كل يوم، اللي بيسلم عليك بحراره شديده ملهاش اي مبرر. وطبعا سلامات البنات، بونجور يا حلوه، ايه ده انت فتحت شعرك، دي بلوزه جديده صح، والمدير اللي مقبل على الحياه وداخل زي الفراشه كده وحلق دقنه جامد، ايه بقى؟ معلش يا احمد، فكر في القبض، في المرتب. معلش يا حبيبي.